السلام عليكم. اليوم نشارك معكم هاد الرغيفات اللي كيطيبوا في الفران، تيجيو مورقين ومقرمشين لذاذ بزاف وبحشوه ساهله غير بالكبده ديال الدجاج. خديت مقيله درت فيها بصله مشلضه، واحد جوج دريسات ديال الثومه وشويه ديال الزيت، خليتهم تتشحروا مزيان، وزدت عليهم الكبده اللي رقدتها في عصير ديال الحامضه، خليتها حتى رقدت مزيان، وزدت التوابل شويه التحميره السودانيه، الخرقوم، سكينجبير وشويه د الملحه. كنحرك كلشي مزيان ونخلي هاد الكبده حتى كتشحر مزيان. ومن بعد ما تشحرت مزيان زدت ليها شويه زيتون مقطع، شويه ديال الحامض مصير مقطع، المعدنوس وشويه ديال الهريسه مع شويه ديال المطارد والشعريه الصينيه. كنحرك كلشي مزيان وهي الحشوه واجده. وبالنسبه للعجين، هي العجينه اللي شاركت معكم في الفيديو السابق، الدقيق والملحه والماء، وكندلكوا العجينه مزيان ونخليوها ترتاح، وكنشكلوها كويرات صغار بهذا الشكل، وكنورقها بشويه ديال الزيت، كنطلقوها مزيان حتى كتولي رقيقه، وكندهنها يا اما بالزبده اولا الزيت مع المايزينا، عاد تندير فيها الحشوه في الوسط وكنطويها على شكل مسمنه. من بعد كنقلبها على الجهه الاخرى باش ما كتجينيش معجنه من واحد الجهه. كنستمر بهذه الطريقه، غير ضروري كما قلت لكم كندهنها هكا بالزبده اولا الزيت مع المايزينا، عاد تندير الحشوه وكنطويهم بهذا الشكل. كنستمر بهذه الطريقه حتى كنكملهم كاملين. دهنتهم بصفار بيضه مع شويه ديال صوص الصوجا وشويه ديال الهريسه، ورشيتهم بشويه ديال الزنجلان اولا البافو، انا درت شويه الزنجلان والبافو. دخلتهم للفران، ضروري يكون مسخن مزيان، النار من الفوق ومن التحت حتى كيتنفخوا، عاد تنطفيهم من الفوق ونخليوهم غير من التحت حتى كيطيبوا على خاطرهم، تيجيو مقرمشين بالصحه والراحه.